أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع السحر، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بننزله. خلونا في البداية نعرف إيه هو السحر. كلنا لازم يكون عندنا إيمان إن السحر ده قوة شيطانية ومش مجرد شعوذة أو خدع أو خفة يد أو حتى تسلية. طبعا ممكن يكون فيه كل الحاجات دي، بس في الآخر روح السحر هي روح شريرة، والسحر ده شغل إبليس. السحر مش مهارة بشرية أو موهبة إنسانية، لكنه عمل شيطاني مهما كان شكله. وفي سفر أعمال الرسل في العهد الجديد اتكلم عن عرافة مدينة فيليبي اللي كانت شاطرة جدا في أعمال قراية الطالع، ولما قابلها القديس بولس الرسول ما تعاملش معاها كمجرد امرأة ساحرة، لكن زي ما ورد في الكتاب المقدس في سفر الأعمال إصحاح 16 آية 18: التفت إلى الروح وقال: أنا أأمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. يعني جوه كل ساحر في شيطان قاعد بيتحكم في شغل السحر ده. ومش لازم الإنسان اللي جواه شياطين يبقى شكله مجنون أو مريض، لكن كل اللي بيقدم أعمال السحر بمهارة في الغالب هو شخص تسكنه الشياطين، وده ممكن يبقى نجم في المجتمع وموهوب وكمان الناس بتحترمه وتقدره. جوهر فكرة السحر ببساطة إن في قوة تانية غير قوة ربنا ممكن يتم التواصل معاها أو يستفيد منها الساحر، ودي نقطة مهمة جدا. وفي قاعدة بسيطة بتقول إن مفيش في الكون غير قوتين غير طبيعيتين، قوتين لهم القدرة على عمل أعمال تفوق قدرات البشر. القوة الأولى هي قوة الروح القدس، والتانية هي قوة إبليس أو الحية القديمة. وأي عمل غير طبيعي يعني فوق حدود البشر إما يكون بقوة الروح القدس وده بيحصل باسم المسيح فقط، أو بيكون بقوة إبليس اللي ممكن تظهر في أعمال السحر. وربما يسأل سائل: هل للسحر فوائد؟ والإجابة لازم نعرف إن السحر ملهوش أي فايدة غير إنه بيخرب حياة الإنسان، ولو يقدر هيقضي عليها خالص. إبليس كان قتال للناس من الأول، زي ما قال السيد المسيح: كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما هو يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب، بحسب إنجيل يوحنا الإصحاح 8 آية 44. إبليس ما بيعملش أي حاجة علشان يسعد الإنسان أو يحل مشاكله، كل أعماله عبارة عن خدع علشان يزود تعب الإنسان وإذلاله مرضه وآلامه ومعاناته. وأي إغراءات تانية هي مجرد فخاخ علشان يوقع الناس في شباك الشيطان. وفي صور كتيرة لأعمال السحر، وفي كل الأجيال والثقافات ليها أشكال وصور مختلفة، بس كلها في النهاية هي عبارة عن سحر. وفي الكتاب المقدس بنسمع عن ممارسات سحر كتير، زي العيافة والعرافة والتنجيم والتفاؤل والتشاؤم، وكلها أعمال سحر. ومفيش حاجة اسمها سحر أبيض واسود، كلها أعمال شيطانية زي بعض وخطيرة جدا. وإبليس ممكن يخترع أشكال جديدة أو يخترع أشكال ليها شكل مغري، زي نشاط اليوجا مثلا، ومش المقصود بيها الرياضة، ولكن نشاط اليوجا القائم على التواصل مع العالم الروحي، أو العلاج بالتواصل مع الكون، أو أعمال التأمل والتواصل مع العالم الروحاني، سواء بالفن أو الموسيقى أو تمارين معينة للجسم. وأي ظواهر من النوع ده هي في الحقيقة سحر مغلف بشكل حلو. ومهم جدا إننا نعرف مفيش أي سلطان للسحر على أولاد الله الحقيقيين، مهما كانت قوة أعمال السحر دي، ومهما كان السحر اللي بيعملها أيضا خطير، ومهما كانت شطارة الشيطان اللي بيشتغل فيه. وأنا بقصد بتعبير أولاد الله الحقيقيين كل اللي بيحتمي بدم المسيح، وأكيد مش قصدي المتدينين الظاهريين أو المسيحيين الاسميين، لكن كل اللي عنده علاقة حقيقية بالمسيح. ومنذ البداية ربنا قال إنه ليس عياف على يعقوب ولا عراف على إسرائيل، بحسب سفر العدد 23:23. الوعد ده قائم إلى النهاية، ومن حق كل أولاد الله إنهم يرددوه ويثقوا فيه. ومعناه ببساطة إن مفيش أي تأثير للسحر على أولاد الله المتمسكين بوعوده. علشان كده ما تخافوش من السحر ولا تخشوه، لكن بالعكس احتقروا إبليس أبو كل السحرة. وما تخافش لو عرفت إن في حد بيحاول يأذيك بالسحر. إبليس ما يقدرش يمسك ابن الله أو يقرب منه ولا من عيلته،
لأن دم المسيح هو الحماية والسور الناري المحيط بينا. لكن الموقف بيتغير لو احنا قربنا منه بإرادتنا، وللأسف في البعض بيقعوا في فخاخ إبليس السحرية من غير ما ياخدوا بالهم. يعني ممكن يمارسوا أعمال سحر في شكل تسلية أو ترفيه، زي قراية الكف أو الطالع أو حب الاستطلاع في أمور معينة، زي حضور جلسات تحضير الأرواح أو أي حاجة من الحاجات دي. كل الممارسات دي بتعتبر فخاخ علشان تدخل مجال نشاط إبليس برجلك. الخطورة إن الأفعال والأنشطة دي بتدي حق الإبليس إنه يخترق التحصينات الروحية اللي اكتسبناها ومحوطانا بدم المسيح. علشان كده مش مسموح لأولاد الله إنهم يشاركوا في أعمال الظلمة زي ما ورد في أفسس 5:11، لكن المفروض إنهم يرفضوها بشكل مباشر. والكتاب المقدس بيعلمنا ما نبعدش عن الشرور بس، لكن كمان عن كل حاجة شكلها شبه الشر. امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، بحسب تسالونيكي الأولى 5:21-22. ومن الممارسات الخطيرة برضو الاحتفاظ بأي كتب أو مخطوطات عن السحر أو طرق عمله أو فكه، حتى لو كانت مخطوطات أثرية ورثناها عن أبائنا وأجدادنا. كلها دوائر شيطانية خطيرة، ولازم نحرق الكتب دي فورا مهما كانت قيمتها المادية، لأن وجودها خطر علينا وعلى أولادنا. وكلنا فاكرين اللي حصل في أفسس أيام كرازة القديس بولس الرسول، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، بحسب سفر الأعمال إصحاح 19. والكنيسة ليها دور مهم في طرد الأرواح الشريرة وإبطال قوة السحر. والكنيسة هنا مش المبنى، لكن المقصود الناس، مش بس القادة لكن كل الشعب، لأن في ناس عندها مواهب معينة في المجال ده، لكن السلطان موجود في الكنيسة. وتنمية المواهب دي بتتم بالممارسة والإصرار على الممارسة من غير خوف أو خجل. ولازم دايما نفتكر كلام السيد المسيح: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، بحسب إنجيل القديس لوقا 10:19. وكمان علشان نعرف إنها مسؤولية هنتحاسب عليها، بحسب ما ورد في إنجيل القديس متى 10:8: اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وفي النهاية السحر بحسب إيماننا هو قوة شيطانية، مش مجرد خدع أو مهارات بشرية. ولازم نفتكر إن السحر هو عمل شيطاني بغض النظر عن شكله أو مظهره، وإن السحر ما بيقدمش أي فايدة للإنسان، بل هدفه الوحيد هو تدمير حياته. وعمر الشيطان ما بيعمل شيء علشان يسعد بيه الإنسان أو يحلله مشاكله، بل هو دايما كل خططه وهدفه إنه يوقعه في الشر. ولازم يكون عندنا إيمان ويقين إن السحر لا يؤثر على أبناء الله الحقيقيين اللي احتموا في دم المسيح. ولا يجب الخوف من السحر، بل يجب احتقار الشيطان ورفض كل أشكاله. وزي ما قلت إن الكنيسة مسؤولة عن طرد الأرواح الشريرة وإبطال قوة السحر، وإن بعض الأشخاص في الكنيسة عندهم مواهب خاصة في خدمة إخراج الشياطين، ويجب عليهم تقديم هذه الخدمة بكل محبة وتواضع. والكنيسة وكل أبنائها مدعوة لممارسة سلطانها الروحي من أجل الخير. أتمنى يكون الموضوع أفادكم. أشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.